كان هيبقى في فضيحه كبيره النهارده في دوري ابطال اسيا في المباراه التمهيديه، مباراه او دور من ماتش واحد، اللي بيخسر بيخرج واللي بيكسب بيكمل. النصر كان بيلاعب شباب اهلي دبي، مباراه مفترض ان هي سهله جدا للنصر على الورق، ولكن المباراه صعبت جدا. النصر بيبدا بهدف عن طريق تاليسكا، ثم بيتعادل شباب اهلي دبي، ثم في بدايه الشوط الثاني شباب اهلي دبي بيجيب الجون الثاني وبيصعب المباراه، والنصر يلعب بعشوائيه كبيره جدا جدا جدا، وكل توقع خروج النصر. ولكن مع اللحظات الاخيره للمباراه وبدخول عبد الرحمن غريب بيقلب المباراه راسا على عقب. صراحه التغييره كانت قويه جدا، السليهم بيخرج وغريب بينزل بيقلب المباراه راسا على عقب، ومن عرضيه بيخش سلطان الغنام وبيلعب كره بدماغه هايله جدا، بيجيب هدف التعادل 2-2 في الدقيقه 88. ثم بعدها على طول ايضا عرضيه من غريب وتاليسكا بيدخل يجيب الهدف الثالث عشان يقتل المباراه تماما على شباب اهل دبي. ثم يجي دور الاسطوره كريستيانو رونالدو، بياخد كره جايه من ورا، بيستلم الكره وبيلف وبيهدى وبيلعبها لبروزوفيتش اللي بيشوط كره حلوه بشماله وبيركنها حلو وبيجيب الجون الرابع عشان تبقى ريمونتادا تاريخيه لنادي النصر في دوري ابطال اسيا. تخيلوا بالاسامي الكبيره، بروزوفيتش وماني وتاليسكا، وايضا وجود كريستيانو رونالدو الاسطوره في الملعب، والنصر يودع دوري ابطال اسيا من الدور التمهيدي. كانت تبقى عيبه كبيره، وكان هيبقى لغط كبير وانتقادات كبيره. المباراه اصلا وهي شغاله كان الجمهور السعودي، جمهور الهلال والاهلي والاتحاد وكله بيحفل على النصر بشكل كبير جدا جدا. مباراة جيدة جدا من تاليسكا تعرض لانتقادات كبيرة جدا الفترات اللي فاتت، لكن النهارده بيرجع في دوري ابطال اسيا في الدور التمهيدي بيجيب هدفين وبيعمل مباراة جيدة جدا، وكان بينزل تحت وكان بيتحرك بشكل كبير. فمكسب النهارده لنادي النصر، عودة تاليسكا لفورمته وللتهديف مرة أخرى. زي ما قلنا دفاع النصر محتاج شغل كبير جدا، دفاع النصر سيء جدا جدا، لو لعب فريق كبير هيضغط كتير وهيجيب اجوان كتير لأن دفاع النصر سيء جدا. التعاقد مع إمريك لابورت هيفرق كتير جدا لو الصفقة تمت، لأنه لعيب خبرة ولعيب هايل جدا ولعب في ليفلز عالية جدا، هيفرق كتير جدا مع نادي النصر. النصر أيضا النهارده جاب اوتافيو رسميا من بورتو البرتغالي زي ما قلنا هنا قبل كده، صفقة كبيرة وهتفرق كتير جدا أيضا في نص ملعب النصر سواء الدفاعي أو الهجومي. هيبقى عيب قوي دوري ابطال اسيا بقى اوروبا زي ما يكون وكريستيانو موجود ويخرج من الدور التمهيدي، كده تبقى صعبه جدا في تاريخ رونالدو. ولكن النصر بيرجع وبيعمل ريمونتادا كبيره على شباب اهلي دبي في انتظار بطوله دوري ابطال اسيا السنه دي. هتبقى قويه جدا 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 وهتبقى اون فاير الحقيقه، وهتسحب الاضواء بشكل كبير جدا الفترات القادمه. مبروك لكل جماهير النصر الفوز على شباب اهلي دبي.